الحمد لله، المسلسلات الجزائرية راهي في تطور مستمر خوتي العزاز. كيما كاين الأسوأ كاين الأحسن. شوفوا لي اللقطة هذه يا خويا من هذا المسلسل، أنا ما نعرفش وش المسلسل لكن لفت انتباهي هذه اللقطة يا خوتي وعجبني هذا المقطع. كيما حبيت نشاركه معكم يا واحد المصايب ويا جدتكم، اديو شوية الموعظة وتعلموا شوية من الفيديوهات اللي راني نحطهم. الفيديوهات ما نديرهمش غير ليا، نديره لكم انتم كذلك باش تستافدوا معايا. شوفوا المقطع هذا وشوفوا واش راهي تقول هذه الاخت هذه في المقطع هذا. التربيه هي كلش، ما الدراهم نهار كاين نهار ما كاينش. كل واحد يقسم له الله، كل واحد يعطي ربي. كاين اللي يشري، كاين اللي يمشي داك فليته خبز، وكاين اللي قاعد يزرب. التربية هي كلش يا خاوتي، التربية هي كلش، والدراهم ما يشريوش التربية. التربية تعتبر في المقام الأول، يعني كي تكون إنسان خلوق، إنسان متربي، ولد فاميليا، يعيا ويرزقك ربي يا خاوتي، يعيا ويعطيك ربي. التربية هي سمعتك، هي سمعتك اللي تقابل بها العباد. أما الدراهم يا خاوتي عمرهم لا يشريو الأخلاق، وعمرهم لا يشريو حب الناس. حب الناس أصحاب القلوب الصافية خاوتي، مش جميع الناس، لكن باش نكونوا واضحين برك. كملوا يا خاوتي كملوا. هي كلش، ما الدراهم نهار كاين نهار ما كاينش. كل واحد يقسم له الله، كل واحد يعطي ربي. كاين اللي يشري، كاين اللي يمشي داك فليته خبز، وكاين اللي قاعد يزربع فيه ويشري في الكتاتين ما يصلحوا ما يسواو 20 مليون 30 مليون. كيما هنا نبهت لواحد الموضوع مهم بزاف، قالت كاين اللي طرف خبز راهو مشتاق له خاوتي، وكيما كاين اللي راهو يزربع فيهم. على كل حال اللهم لا حسد، اللي عطاه يعطينا ان شاء الله، وربي يكثر له في ماله، واذا كان ماله حرام ربي ان شاء الله يحلله له ويرزقه اكثر واكثر، واذا كان حلال خوتي ربي يكمل له فيه ويعليه ويزيد له مال على مال. المهم هذه النقطة كذلك نقطة مهمة بزاف، وهذا الميساج للاشخاص اصحاب المال يعني واصحاب النفوذ. خوتي العزاز تفكروا شوي خوتكم الزواولة، تفكرهم شوية. وش هي اذا فكيت على اخوك زوالي لقيته ما عندوش، تروح تفك الكرب تاعو، والله غير يرزقك ربي يا خوتي، وما نقص مال من صدقه. واللي ما عندوش نقول لك حبيبي الصبر والسعي، لانهم هما المخرج وهما الباب الوحيد اللي ربي من خلاله راح يفتحها في وجهك. خوتي العزاز مانيش راح نطول عليكم، اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش لايك، كومنتاري يكون شباب، والأهم اللي يهمني قبل مصلحتي أنا الشخصية اللي هي نحب المصلحة العامة يا خوتي، أنكم تدعيوا يفرج ربي على كل واحد محتاج. السلام عليكم.